عارفين بقى، انا واثقه ان اللي هيجرب الطريقه دي هتبقى عنده ادمان. دي طريقتي اللي دايما بعتمدها في البطاطا، بصراحه طريقه خطيره جدا. مش هطول عليكم الفيديو، يلا بينا نخش في الطريقه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا جايبه لكم الخلاصه على طول علشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم. يعني جبت البطاطا وغسلتها كويس جدا، وبعد قشرتها قشرتها بالقشاره علشان بتشيل طبقه رفيعه جدا، وبعد كده قطعتها حلقات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لحد هنا ماشيين تمام، والطريقه سهله وبسيطه ومفيش اي حاجه صعبه. دلوقتي هجيب حليب كوبايتين او كوبايه ونص على حسب الكميه، بس هي ما بتاخدش كميه كبيره من الحليب. هغطيها وهسيبها تستوي براحتها على نار هاديه، والبطاطا هتنزل برضو الميه والسوائل اللي فيها. بعد ما اتاكدت ان البطاطا استوت تماما، هبدا ان انا اهرسها بالهراسه زي ما واضح عندكم كده في الفيديو. بعد ما اتاكدت ان هرست البطاطا، هجيب قشطه، ودي حاجه اختياري بس فعلا بتفرق في الطعم. وبديل القشطه ممكن تضيفي معلقتين كده من السمنه البلدي، هيديها طعم حلو جدا. هضيف كمان السكر، ضفت حوالي 3 معالق، ودي حاجه برضو اختياري، السكر على حسب الرغبه. هجيب الصينيه او القالب وهحط فيه كده حته سمنه، وطبعا علشان الجو ساقعه فالسمنه كانت ماسكه مش عايزه تتفرد نهائي، فسبتها كده. البطاطا هتسيحها لان هي سخنه. هشغل الفرن على درجه حراره 180، بشغل كمان الشوايه وبحطها في الرف الوسطاني، بسيبها تاخد وش من تحت وكمان تاخد وش من فوق، لحد كده ما وشها يكون متحمر. وبكده نكون خلاص خلصنا. مش انا قلتلكم ان هي سهله وبسيطه وكمان طعمها جنان. هعمل لها بقى شكل كده من فوق بالشوكه، وكمان هضيف على الوش سمنه علشان لونها يكون متحمر كده، وكمان بيخلي طعمها حلو. لو وصلتوا لحد هنا فضلا وليس امرا، ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي. وبس كده خلصنا خلاص، ودخلناها الفرن وطلعت كمان من الفرن. وبألف هنا وشفا على قلبكم. حاجة كده بجد روعة، سهلة بسيطة طعمها حلو. كمان حاجة مختلفة. انا شفت طرق كتير جدا للبطاطا، بس حرفيا الطريقة دي افضل طريقة، احسن طريقة. الطرق التانية بتغير من طعم البطاطا، بيحولوها حرفيا. جربوا بقى الطريقة دي وعلى ضمانتي، واكتبولي في التعليقات. ولو في اي حاجة عايزينها اكتبولي في التعليقات، وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم. اسيبكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.